مع ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن عن أن نتنياهو كان اتخذ قرار الإفراج ثم تراجع عنه، كيف سيكون وقع ذلك في الشارع الذي أشرت إليه وتأثير ذلك على المرحلة الثانية المرتقبة والتفاوض بشأنها الذي يفترض أن يبدأ في الأيام المقبلة وتأخر بعد عن موعده الذي كان مقررا في اليوم 16 من المرحلة الأولى؟ نعم بالتأكيد أستاذ أحمد والسادة المشاهدين، تعطل أسبوعين. المفاوضات المرحلة الثانية كان من المفترض أن تبدأ بأسبوعين، وهذا خرق إسرائيلي للمفاوضات وللاتفاق، ولكن مهما يكن من أمر الآن الشارع الإسرائيلي يضغط باتجاه المفاوضات نحو المرحلة الثانية. حسابات نتنياهو الداخلية بسقوط حكومته أو عدم سقوطها مع سموتريتش، وبالتالي يريد تمديد المرحلة الأولى على حساب المرحلة الثانية. لماذا؟ لأن المرحلة الثانية هناك دند مهم جدا في هذا الاتفاق، وهو إعلان نتنياهو بشكل رسمي إنهاء الحرب على غزة والانسحاب الكامل من قطاع غزة. وبالتالي حركة حماس اليوم قدمت عرض لنتنياهو، هذا العرض الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة. الشارع الإسرائيلي تلقى هذا العرض بفرح كبير وبترحيب كبير، وبقيت الكرة في ملعب نتنياهو. الشارع الإسرائيلي يضغط على نتنياهو من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، ولكن نتنياهو يدرك جيدا أن الثمن هو انسحاب إسرائيل بالكامل والإعلان رسميا إنهاء الحرب على غزة. نتنياهو هل يذهب إلى المرحلة الثانية؟ هل يبعث بالوفد الإسرائيلي؟ أنا بتقديري نعم. نتنياهو لا خيار أمامه سوى إرسال الوفد الإسرائيلي، وهو الذي عينه بدلا من رئيس الموساد ورئيس الشباك، عين رون دريمر مكانهم، وبالتالي ستبدأ المفاوضات للمرحلة الثانية، خصوصا بعد العرض الذي تم اليوم. وربما قدم الجندي الإسرائيلي الاحتياط الشكر والاحترام والتقدير لكتائب القسام، وقبل رأسي اثنين من مقاتلي القسام. ربما كانت هذه إشارة إلى الشكر والتقدير ما قدموه على مدى 470 يوم بحماية هذا الأسير. أنا بتقديري حتى هذه الفترة من القصف وإف 15 وإف 35 والإبادة الجماعية ويتم حماية هذا الرجل، هذا الجندي الإسرائيلي الأسير قدم شكر، تحية شكر واحترام إلى كتائب القسام. ونتنياهو ربما فعل أو عمل قصة من هذا الموضوع، بالإضافة إلى قصة جثمان شيري بباز. مرة أخرى نتنياهو ذاهب إلى المرحلة الثانية، لا خيار أمامه. الشارع الإسرائيلي يضغط بقوة في كابلان، في ديزنغوف، في مفترق إسرائيلي، في تل أبيب، في بئر السبع، في حيفا، في كل مكان. سيد علي، أيضا جزء من هذه التصريحات التي تنشر عن المسؤول الإسرائيلي تشير إلى أن توصيات الأجهزة الأمنية كانت المضي في إتمام الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لكن اجتماع نتنياهو بعد ذلك بعدد من الوزراء ومن بينهم وزير المالية هو الذي غير هذا القرار. ما الذي يقوله الآن عن التركيبة الحاكمة وتأثير ذلك، خصوصا مع استبعاد المكون الأمني وتولي رون ديرمر رئاسة الوفد، تأثير ذلك على قرارات المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد قرار مهم جدا، استبعاد رئيس الموساد ديدي برنيا ورئيس الشباك رونن بار بهذا الثقل ودورهم الكبير في المؤسسة الأمنية في إسرائيل، استبعادهم بالكامل، وتعيين رون دريمر مقرب من نتنياهو ويحمل نفس الفكر والأيديولوجيا ونفس الطريقة في المفاوضات التي يريدها نتنياهو. أنا بتقديري ربما نتنياهو يريد أن يخلص من التيار الذي كان معادي تماما له، على الأقل أن يقول لا لنتنياهو، لا لسياسة نتنياهو، لا لإدارة نتنياهو للحرب على غزة. التيار الذي كان يقوده يوقف جالانت وهيرسي هاليفي ودانيال هاجاري ورونن بار وديدي برنيا. أنا بتقدير نتنياهو ربما يتخلص من هذا التيار، وبالتالي تبقى أيام ربما يعلن ديفيد برنيا وأيضا رونن بار عن استقالتهم، سواء تم إقالتهم أو استقالتهم أصبح المشهد واضح. ولكن دعني أعود إلى سؤالك الكريم أستاذ أحمد، ما تأثير هذا التعيين على سير المفاوضات في المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية ستكون صعبة جدا، المفاوضات ستكون صعبة لأنه سيتم المطالبة من حركة حماس بمطالب جديدة، نزع سلاح المقاومة كما طالب نتنياهو بمغادرة قادة حماس غزة وما إلى ذلك. لا، أنا بتقديري حركة حماس ستبقى في غزة، وقادة المقاومة وكتاب القسام ستبقى في غزة، وحركة حماس ستبقى جزء أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، وهي مكون أصيل في المجتمع الفلسطيني. ولا يستطيع أحد تجاهل حركة حماس أمام هذه العروض، أمام هذه العروض التي شاهدناها يوم أمس.
آلاف المقاتلين من القسام والدفعة الرابعة والدفعة الخامسة وأمام منزل الشهيد يحيى السنوار وما إلى ذلك. هذا المشهد قرأه الإسرائيليين، وأنا بتقديري أيضا على القيادة الفلسطينية قراءة هذا المشهد نحو شراكة فلسطينية من أجل شراكة ووحدة وطنية. نعم. حكومة توافق وطني. إذا بدون شراكة فلسطينية، بدون توافق وطني بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لا يمكن أن نأخذ بالموقف الفلسطيني إلى بر الأمان. لا يمكن أن يكون هناك ناطق رسمي لحكومة واحدة، ناطق رسمي لشعب واحد. وبالتالي الجميع الآن يبحث إعادة الإعمار. المرحلة القادمة، المرحلة الثانية، ستكون المفاوضات فيها صعبة يقودها رون دريمر، ولكن أنا بتقديري أيضا المفاوض الفلسطيني لديه القدرة على توفير الفرصة على نتنياهو نحو إنهاء الحرب والإعلان رسميا إنهاء الحرب على غزة. أشكرك سيد علي الأعور الخبير في الشؤون الإسرائيلية على هذه القراءة والتحليل.